بعد ما قلبت الدنيا الفترة اللي فاتت كان لازم أجيبها وأجربها، وكانت تجربتي معاها غريبة جدًا، وكان لازم أوثّقها وأطلع أوريها لكم، لإن ناس كتير جدًا بعد ما اشتريتها ندمت وهُم ما يعرفوش سبب الندم ده إيه. بس قبل ما نبتدي بقى لايك وشير ومعاكِ رشا الغفير ونقول بسم الله. والعصارة اللي قدامكم دي انتشرت انتشار رهيب على جروبات الأونلاين وعلى مواقع كتير جدًا بتتباع، وتمنها مش قليل، تمنها ما يقلش عن 600 جنيه. طلبت بالفعل واحدة وابتديت إن أنا أجربها، وأول ما جبتها لقيتها مش شغالة معايا خالص. قُلت يمكن محتاجة تتشحن، وصّلتها بالشاحن وفضلت فترة طويلة جدًا تتشحن، ومع ذلك برضه ما فيش أي أمل إنها تشتغل، وما فيش أي استجابة من أي نوع إن التيار الكهربي يوصل لها وإنها تشتغل معايا. زي ما أنتم شايفين كده حاولت مرة و2 و3 ما فيش أي أمل. طبعًا رجعت تاني للكتالوج برضه ما فيش أي حاجة تقول إن هي فيها عيب. قُلت يمكن مثلًا بتشتغل بالضغط، جبت فعلًا برتقانية وابتديت إن أنا أتعامل معاها، بس للأسف برضه لقيت إن 600 جنيه اترموا على الأرض. أسكت؟ لأ طبعًا، رُحت طالبة واحدة تانية علشان أشوف هل فعلًا العيب كان منها والّا مني. وصلتني كمان واحدة وكنت جايباها من على أمازون ولقيت فيها نفس العيب. ناس كتير أوي اشتريتها ولقت فيها نفس العيب ده، واتضح بعد كده إن ده مش عيب فيها يا جماعة. المهم بعد ما جربت الاتنين لقيتهم مش شغالين وركنتهم. ولادي كانوا بيلعبوا بيهم بقى على اعتبار ان هم خلاص بايظين، لقوهم ان هم الاتنين شغالين، والعيب ما كانش في العصاره، العيب كان فينا احنا ما كناش عارفين نستخدمها. الفكره ان انتوا بتضغطوا عليها ضغطه مطوله كده لحد ما اللون ده يزرق، لمبه كده زرقاء تنور حوالين الزرار، بعدها تشتغل معاكم بمنتهى السهوله. يعني الاتنين طلعوا شغالين 100%. وناس كتير جدا انا متاكده ان عندهم العصاره دي وما كانوش عارفين يشغلوها لما جابوها. ده خلاني اروح بسرعه اجيب البرتقال واجربها، وهل نشوف مع بعض هل فعلا نشتريها ولا خساره ال 600 جنيه فيها. جبتها ولقيتها ما شاء الله هايله جدا. وزي ما انتم شايفين كده بتعصر البرتقال من غير اي زروطه ولا قلق ولا ايدك حتى تلمسه. انتي بتحطيها وهي بتقوم بدور العصر بمنتهى السهوله، بالاضافه كمان ان هي بتخلي البرتقانه ما فيهاش يعني ملي واحد بس كده من العصير بتاع الفاكهه. بتخلي البرتقال يتعصر بشكل مثالي ورائع جدا جدا يا جماعه. جربتها وقلت خلاص كده اديتها الابروف خلاص وبقت معايا يعني 100%. بس لازم كل شويه تشيلوا الصفايه دي، تتخلصوا من الالياف اللي موجوده فيها والبذور، وترجعوا ترجعوها تاني في العصاره. انا هنا خلاص لقيتها ما شاء الله سلسه جدا في التعامل وسهله، وزي ما انتم شايفين كده بتطلع العصير خالي من اي بذور، وما شاء الله حلو جدا. شايفين كده دي نتيجه العصر يا جماعه، خلت البرتقال ما فيش فيه اي حاجه، خلتها احسن من العصاره العاديه من غير بقى ولا ضغط ولا توجعي قلبك. قلت بقى اجربها في العنب، لان كان في الاعلان بتاعها استخدموا معاها العنب. طبعا لفيت كتير عشان الاقي عنب في التوقيت ده، بس الحمد لله اشترينا كده نص كيلو على قد التصوير. انا ما بحبش العنب بالمناسبه يا جماعه. جربت ان انا اعصره كده، للاسف ما كانتش احسن حاجه. هي كل اللي عملته زي ما انتوا هتشوفوا كده ان هي هرست العنب ما عصرتهوش. شوفوا كده، بصوا معايا يا جماعه، هي هرست العنب بس هي مثاليه في عصر الموالح، سواء بقى يوسفي او برتقال او ليمون من الحجم الكبير. انما بصراحه ما عجبتنيش خالص في العنب، وكانت تجربتها معايا في العنب تجربه مش حلوه خالص. خلاصه تجربتي مع العصاره دي انها هايله جدا، والولاد دلوقتي بقى هم اللي بيقوموا بمهمه عصر البرتقال. انا بصراحه ما بقتش مهتمه خالص بالموضوع ده، هم بقى يقوموا بالمهمه دي على اكمل وجه. مفاجاه بقى انا محضرها لكم، وهي ان العصاره اللي قدامكم دي اللي انا ما استخدمتهاش هديها هديه لاحدى المتابعات عندي على الصفحه، ودي هختارها من خلال التعليقات وهبعتها لها هديه لحد البيت. كل اللي هتعملي بس كده لايك وشير للفيديو، هتسيبي تعليق علشان اقدر من خلاله اختار اللي هتفوز معايا، وهبعتها لها لحد البيت. ومن هنا لحد ما يتم اختيار المتسابقه مش مطلوب مني غير انك تعملي الفيديو ده لايك وشير، واتمنى لك كل خير. وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.